السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحلقة 170 ملايين من الناس كانوا منتظرينها واحنا من ضمنهم، وكانت الحلقة مشوقة جدا، ولكن كان الموضوع كله في 4 أو 5 مشاهد. وهختصر معاكم الحلقة كلها عشان في ناس كتيرة جدا ما تابعتش الحلقة، وإن شاء الله هنبقى نتكلم عن الحلقة 178. طبعا الغان كان ماسك بعثمان، وكان ماسك بجركوتاي، وكان ماسك بقلبالي، وهدد عثمان قال له: لما سلمتش نفسك وسلمت لي أملاكك يا عثمان أنا هدمر كل شيء أنت تملكه، وأنا وضعت السم في جميع الأبيار وجميع الأملاك اللي أنت تخصها. المهم عثمان اتحكم عليه إن هو يتسجن، ولكن عثمان هرب من المغول. طبعا أورغان قال له: روح يا عثمان شوف القبائل بتاعتك وشوف الناس والأهالي، مش هتقدر إن أنت تشفيهم من السم، والترياق معايا أنا بس يا عثمان، محدش هيعرف يعمل الترياق ده. لو يا عثمان رجعت نفسك وحبيت تسلم نفسك ليا وسلم لي أملاكك، أنا هبعت الترياق يا عثمان لكل أملاكك، وأخلي كل الناس ترجع تعيش تاني، وأنت هتبقى تابع لي وتيجي وتركع لي. طبعا عثمان بالفعل راح للقبائل وشاف الأهالي وشاف الأطفال والنساء اللي بيموت واللي كان منهم تعبان جدا، وكان بيبكي جدا، وكان بينظر للخاتم بتاع القاي، وكان بيفكر مليون مرة: أروح أسلم نفسي لألغان، ولا أسيب الأهالي تموت، ولا أعمل إيه بالظبط؟ أنا مش عارف أعمل إيه، ساعدني يا رب إن أنا أعمل إيه يا رب. المهم راح عثمان للقبيلة بتاعته، وكان الجميع تعبان هناك، وكان ضمنهم فاطمة وحليمة وبلا. سأل علاء الدين: ملقتش ترياق يا علاء الدين؟ قال له: لا، مش لاقي له أي أثر خالص الترياق، ولا عارف أجمعه خالص. قال له: خلاص، أنا قدام مني دلوقتي خطة. أنا هروح أسلم نفسي لألغان وهسلمه كل أملاكي، وأنت تدور على الترياق يا علاء الدين وتحاول إن أنت تعالج الأهالي. طبعا علاء الدين قال له: هحاول. المهم هنا عملوا خطة بإن علاء الدين بعد بران ما جه برسالة من ألغان وقال: لو ما جيتش في خلال غدا يا عثمان تسلم نفسك أنا هقتل أرهان. وبالفعل عثمان قرر إن هو يعمل خطة، وعارف إن هو هيروح يسلم نفسه لألغان، وألغان هيعذبه جامد جدا. وبالفعل عثمان راح لألغان وقال له: أنا موافق يا ألغان إن أنا أسلم نفسي ليك وأسلم لك كل أملاكي، بس مقابل إن أنت تعالج الأهالي من السم اللي أنت وضعته في جميع الأبيار. وبالفعل مسكوا عثمان وسلسلوه وقلعوه الجزمة في عز الشتاء والبرد، وعذبوه عذاب شديد جدا في وسط الأهالي. واتحكم على عثمان ان هم هيلفوا بيه على جميع املاكه عشان الاهالي تشوف عثمان وهو متبهدل، عثمان وهو مذلول. اثناء عثمان ما كانوا ماشيين في الطريق طلب ان هو يصلي، ونزل صلى بالفعل. وهنا كان بيستغرب الناس، بيستغربوا ان عثمان واقف بيصلي ومش خايف من اي شيء خالص، وابتدوا يلفوا بعثمان فعلا في كل مكان. وكانت الاهالي تتعاطف مع عثمان جدا وحزينة جدا على الموقف اللي فيه عثمان، لكن عثمان عمل كله دوت عشان خاطر ينقذ الأهالي من السم، لأن الترياق أو العلاج بتاع السم موجود مع ألغان فقط لا غير. طبعا راحوا بعثمان في يناير شهيد، وكان هناك صوفيا وكان لوكس كانوا منتظرين هناك متفقين مع ألغان، وكانوا فرحانين في عثمان جدا. فقال عثمان: اجتمع الكفار مع بعضهم أهلا وسهلا بيهم. وكان عامل خطة مع الشمال ان هو هيجي ويقتل ألغان ويحرر عثمان، ولكن ايبالي اكتشف الموضوع. وفي اللحظة اللي كان عثمان هيجي الجيش بتاعه اللي هو الشمال صح اللي هو المحارب بتاعه ويضرب ألغان وهو بجانب عثمان، لكن للأسف أيبالي بوظ الخطة. وهنا اتحكم على أرهان بالإعدام، واتحكم على قبيلة القاي بالحرق والإعدام. ولكن كان علاء الدين اتصرف في المحاربين بعد ما خدوا الترياق. بعد عثمان ما سلم نفسه الترياق كله راح لكل الأهالي، والأهالي شفت. راح علاء الدين في آخر لحظة، كان التوغو أخو جوركوتاي حكم على أرهان بالإعدام، وعلى آخر لحظة كان هيعدم أرهان، لكن علاء الدين جه هو وبوران ومجموعة من المحاربين ومن ضمنهم جوركوتاي، وراح أنقذ أرهان على آخر لحظة. وهنا كان
الموضوع اللي احنا كنا بنشوفه دايما في الإعلانات في الأسبوع اللي فات. أنا ما بجيبش حاجة من عندي، كل الموجود دوت موجود في الحلقة الآن، وأنا حبيت إن أنا أختصر لكم الموضوع. وبالفعل علاء الدين أنقذ أورهان وقطع الحبل وأنقذه على آخر لحظة، لكن جات رسالة بإن عثمان فشلت الخطة بتاعته، وإن طلب ألغان بإعدام كل اللي في القبيلة وحرق كل اللي في القبيلة من أطفال ونساء. وهنا جوركوتاي اتقابل هو وأخوه اللي هو التوغا وحاربوا بعض، وتفوق عليه جوركوتاي بالفعل، لكن مرضيش يقتله، وطلب من أرطوغا إن هو يجي وينضم لجيش السيد عثمان. طبعا جوركوتاي لما شاف أرطوغا لأول مرة كان بقيله سنين جدا ما شافوش، كان آخر مرة شافه وهو صغير، لأن جوركوتاي هو الأكبر وأرطوغا هو الأصغر. وحاول جوركوتاي إن يخلي أخوه اللي هو أرطوغا يجي في صفه ويبقى سيد في قبيلة القاي مع عثمان، ولكن أرطوغا عاند واختار إن هو يقاتل، وبالفعل ابتدى يحاربوا بعض هو وجوركوتاي، ولكن جوركوتاي مرضيش يقتله وساب أرطوغا هرب. ولما أرطوغا راح لألغان وعرف إن أورهان هرب أورغان، فطلب من أرطوغا بإنه يروح على قبيلة القاي ويدمرها ويحرقها. وبالفعل قدروا يضربوا في الأهالي ومسكوا بالطفل الصغير ابن جوركوتاي. وهنا أيبالي والسيدة بيجوم كانت السيدة بيجوم عارفة كل حاجة عن أيبال، وأيبال هددتها بالقتل إما بالزواج. أما بالنسبة غونجا اعترفت لبلا بإن السيدة بيجوم بتحب عثمان، فطبعا السيدة بلا ضربتها وطردتها من القبيلة، وقالت لها ازاي ان انت تفكري مجرد تفكير انك تحبي حبيبي عثمان، ده انا اقتلك وانت خلاص اتطردت من القبيلة وتلم حاجتك وتمشي من هنا، عشان لو شفتك مرة تاني انا هقتلك. طبعا بجمع قالت لها انا مش همشي من هنا الا لما السيد عثمان هو اللي يطلب مني، وبالفعل خطفها اي بالي. هنا بقى موضوع حليمة طبعا لدرجة الحرارة كانت عالية معاها، فكانت بتقول امي وخالتي وكلام من دوت. ولما جه عثمان عشان خاطر يشوف فاطمة لقى حليمة بتنادي عليه وبتقول له لا تذهب يا أبي، لا تذهب يا أبي. فطبعا قربت منها بلا وقالت لها أنا كل ما بنظر ليكي بحس بإحساس كبير جدا، في حاجة بتطفي النار اللي داخل قلبي كل ما أنظر ليكي. وبصت لشعرها وبصت لوشها، حست إن هي حليمة، لكن قالت إن مريم دي بنت عائلة تانية. ولما دخل أرطغرل إلى القبيلة كانت فاطمة تعرضت للقتل، ولكن أنقذتها حليمة بالسهم، لأن حليمة بعد ما أنقذتها بلا وأنقذها عثمان من الموت، مش صوفيا اللي أنقذتها، حنت لقبيلة القاي وابتدت إن هي تحارب في صفهم مش تحارب ضدهم. استغربت فاطمة بإن حليمة بقت يعني ماسكة القوس بفن وقدرت إن هي تنقذها. أما عثمان لما عرف إن أورهان هرب فرح جدا، ولما عرف إن الخطة فشلت وطلب ألغان من المغول إن هم يهجموا على القبيلة، حاول عثمان أن يقطع السلاسل وأن يرحل إلى القبيلة، ولكن ألغان خده وقال له انا هوريك بعينيك الاهالي وهوريك جثة زوجتك بلا وراسها وهي متعلقة على راس القبيلة. وخدوا عثمان ومكتفينه بالسلاسل، ولكن السلاسل اللي قطعها عثمان دي ما كانتش سلاسل قطعها بالفعل، لا ده كانت سلاسل موجودة على ظهره وهو مجرد وقعها فقط لا غير. وخدوا ألغان وذهب إلى القبيلة، وفي الوقت دوت كانت القبيلة بالفعل سقطت، وكان المغول عددهم كبير جدا، وكان أورهان وعلاء الدين وبالا وجميع المحاربين الموجودين كانوا بيحاربوا في المغول، ولكن قبيلة القاي اتحرقت كلها، واضطر أورهان وعلاء الدين وبلا أن يهربوا من القبيلة وياخدوا أكبر كمية من الناس والأطفال وكبار السن ويهربوا من الجنب الخلفي من القبيلة. وقدر المغول فعلا يسيطر على قبيلة القاي ويحرق العلم بتاع القاي، وطبعا عثمان مش قادر يعمل أي حاجة. دي كانت قصة
اللي حصلت في الحلقة 177 والاختصارات اللي حصلت في 177. وطبعا أيبالي طلب من بيجوم، قال لها إن أنا هكون سيد القبيلة من الآن، وأنت اختاري، يا إما هتكوني سيدة القبيلة معايا يا إما هتختاري إن أنت ترحلي. وبالفعل بيجوم راحت له ودخلت عليه داخل الخيمة وهو قاعد على الكرسي، وحاولت إن هي ترفع عليه السلاح، ولكن هو بص لها وابتسم وقال لها انا عارف ان انت فكرتي واخترت ان انت تكوني من جانبي. فطبعا قالت بجوم بان انا اخترت انا اتزوجك يا ايبالي واكون بجنبك. وطبعا الموضوع انتهى على كده، محدش دخل على ايبالي تاني، ولا في حد من أرهان ولا علاء الدين ولا أي حد أيبالي سيطر عليه. بالعكس كلهم هربوا، لما طبعا المغول هربوا على القبيلة ودمروا وحرقوا العالم وحرقوا كل شيء، اضطروا ان هم يهربوا من الجانب الاخر من القبيلة. وعثمان طبعا على بال ما دخل القبيلة هو والغان كانت القبيلة اتحرقت كلها. طبعا هنا صوفيا في الحلقة 178 هتقابل حليمة أو هتقابل مريم أو بيونا، وهتقول لها عملت إيه؟ هتقول لها أنا قربت منهم جامد قوي. قالت لها طب أنت ما قتلتهمش ليه في وسط الهلمة اللي أنت فيها؟ قالت لهم لا أنا ما رضيتش أقتل حد منهم دلوقتي، لكن لسه وقتهم ما جاش يا خالتي، وطمني أنا هخلصك منهم في أقرب وقت إن شاء الله. فطبعا كانت صوفيا بتبص لها وبتستغرب إن إزاي أنت لحد الآن ما قدرتيش إن أنت تقتلي بلا، ولا قدرت إن أنت تقتلي فاطمة. قالت لها انا عايزك تتخلصي منهم في اقرب وقت. عثمان دلوقتي ماسكه الغان، وعثمان خلاص سقط ومفيش حد هيقدر يحميه من اي حد. طبعا هنا مريم او حليمة عندها احساس قوي جدا بحب شديد جدا بينها وبين بلا وبين فاطمة وبين علاء الدين والقبيلة، ولكن بقت تنيم صوفيا في الخط. قالت لها حان الوقت يا خالتي ان شاء الله، وانا ان شاء الله في اقرب وقت انا هقتلهم وهخلص عليهم، ما تقلقيش انت خالص، انا انتظر من اجل قتلهم يا خالتي، ما تقلقيش من اي حاجة خالص. وطبعا حليمة هنا لو عايزة ان هي تقتلهم كانت قتلتهم، ولكن هي بتنيم صوفيا على الجنب التاني. طبعا حليمة انتوا عارفين ان هي قوية جدا، وبالفعل دخل ألغان والقبيلة مرة تانية بعثمان، وقدر يمسك ببلا. ومش عارفين ايه اللي هيحصل في الحلقة 178. قولوا توقعاتكم في 178، بس اهم حاجة ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد. ونختم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.